بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم في يوميات أماني وعلاء. أول حاجة نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما نبدأ في أي حاجة. والنهاردة بقى معانا كبدة. شايفين الكبدة بسم الله ما شاء الله بتاعت فراخ أنا ذبحاها. بسم الله ما شاء الله. شوفوا اللهم صل على النبي. شايفين الكبدة الله أكبر، شوفوا عاملة إزاي. شايفين والقوانص. أنا بقى هنا معايا ملح ودقيق وايه وجنزبيل والليمون اهو. هبتدي بقى اعصر الليمون هنا. هحط بقى ايه كبده. بصوا هحط الكبده، اشيل بس كده دي اهو. بنعصر الليمون زي ما انتوا شايفين ونحط القشر فيه. هنقلب كل ده مع بعض ونسيبه بتاع نص ساعة. ما تحطوش ميه عشان الزفارة تطلع في الدقيق والايه والجنزبيل والليمون. ونسيبها نص ساعة وبعد كده نشطفها واوريكم هنعمل فيها ايه. نقلبها اهي. هخلي عيالكم كل اسبوع يقولوا لكم اعملوها مرة ولا اتنين من حلاوتها وجمالها وطعمها الجميل. هسيبها دلوقتي نص ساعة بعد كده هشتغل فيها واوريكم هنعمل ايه. ادينا اهو الكبد والقوانص. بصوا زي ما نقعناها، بصوا عامله ازاي. شايفين. وعايزه بقى اقول لكم على حاجه. لما نكون بننضف في الكبد بيبقى فيه القلب ده لازم نفتحه كده عشان بيبقى فيه دم وننضفه. ماشي. هنا بقى معايا ايه؟ معايا بصل مبشور زي ما انتم شايفين، وفلفل اسمر وملح، ومعايا هنا فلفل حامي ضرباه مع توم. هدعكهم كل دول في بعض زي ما انتم شايفين كده. هدعكهم. بص الريحه عامله ايه يا سندس بالله عليك؟ ايه رايك؟ بصوا الريحه. هخلي عيالكم عارفين انكم هاتوا لنا كبد وقوانص. جربوا الطريقه بتاعتي دي ان شاء الله تعجبكم. وان كنتوا وصلتوا لحد هنا ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه ايه بتاعتنا. شايفين الاكل ده بيبقى عايز ايه بقى كده. هنجيب بقى الكبده بتاعتنا اهي، نصفيها نحطها كده. بصوا بقى شايفين دعكها كويس. الريحه يا سوسو حلوه. شوفوا بقى دعكناها كلها بكل البصل والثوم والفلفل الحار. دي اهم حاجه تبقى حاميه على فكره يعني، او بارد عادي عشان لو في اطفال. وزي ما انتم شايفين كده. ابتدي بقى ارصها اهي زي ما انتم شايفين اهي. واحطها في الفرن واغطيها واحط لها كوبايتين ميه واحطها تحت الاول نص ساعه. وبعد كده هروح قلباها نص ساعه ومغطياها واحط لها شويه ميه، كوبايتين ميه. خدت بالكم؟ وبعد كده بعد النص ساعه دي هروح رافعاها فوق على الرف اللي فوق بقى. طبعا متغطيه. انا هغطيها. انا عندي غطا حله مقاس دي هغطيها. شوفوا اهي كل ده متبل. شوفوا اول بس ما تحت تاخد ايه نص ساعه او ربع ساعه. بعد كده احط كوبايتين ميه عشان تطلع الروايح الجميله بتاعتها. ادي شايفين الريحه بقى، مش عايزه اقول لكم جميله ازاي. شايفين الجمال. ادي الفحمه بعد ما استوت حطينا الفحمه وشويه زيت. شايفين اهي تخلي ريحتها جميله. كنتوا وصلتوا لحد هنا ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك في القناه. مع السلامه.